السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الكل صار بيعرف انه 15 بالشهر راح تكون ان شاء الله مظاهرة لكل اطياف مجتمعنا السوري، نساء واطفالا ورجالا، بس لنوصل رسالة للمجتمع وللساسة انه العودة لنظام الاسد غير آمنة بوجود هذا المعتوه وزبانيته وأنصابه وأزلامه وشبيحته وأعوانه ومخبرينه. يعني هذا اللي حابب نوصله، لأنه الأمر فيه يعني نوع من اللعب السياسي. يعني نحن في القديم كنا نعرف انه يا اخي ما تنذكر اسم بلد، صح؟ نحن نستنكر الجريمة ونحن ضد اي انسان مجرم بيطلع من مجتمعنا، من أي مجتمع. لكن أنت التركيز يا أخي سوري، صار شلون من هذا سوري سوري سوري. طبعا وفي ظل هلا ضخ انتخابي، فيعني بدهن بده يوصلوا للمجتمع يا أخي الرسالة، يا أخي إن شاء الله بتعيدوا العلاقات، إيش بدكم سووا بس خلصونا من هالمجرمين. طبعا هن قادرين على الخلاص من الكم واحد اللي أساءوا، لكن العملية عملية أكبر من هيك. فنحن راح نطلع الناس اللي قادرين، يعني إن شاء الله يوم الأحد في إسن الساعة 2 إن شاء الله بيكون التجمع، وإن شاء الله كل الناس بتشارك، بس حتى نوصل رسالتنا ورسالتنا القوية بشكل حضاري وبشكل لائق، إنه نحن مجتمع متحضر. لكن في ظل هذا الدكتاتور القاتل لا يمكن أن يعود أي إنسان، لأنه اللي عم يرجع عم يروح على المقصلة حتما. وبتمنى من الكل أنه تاخذ هذا الأمر على محمل الجد، ونحاول نوصل رسالتنا مثل ما أخوتنا في هولندا وصلوا رسالتهم. نحن هون في ألمانيا ما لنا أقل، في ألمانيا ما لنا أقل من السوريين في هولندا. طبعا كلياتنا سوريين، والوجع واحد على امتداد المغترب، يعني على امتداد التهجير اللي تم. يعني إن شاء الله بتكون الرسالة توصل لكل الناس، وهذا اللي بتمناه. بشكركم كتير ويعطيكم العافية.